من اكثر السوجي اللي ماشيين المده الاخرى هو موضوع صناعه المحتوى، والناس الكل انتريسي بصناعه المحتوى وحتى تتعلم تصنع المحتوى. المشكله اللي العباد في صناعه المحتوى الكل تغلط نفس الغلطه، معناها هذه هي غلطه براتيكمون راهو عند الناس الكل. دونك الناس تبدا تقارن في روحها الساعه اول حاجه بان بوان داريفي تاع كرياتور دو كونتوني، الوغ كو هو مازال في الديبار نتاعو. اذا كان انت مازلت نكره ولا مازال ما عندك حتى حد، معناها سامحني في الكلمه مش نكره، معناها عندك النومبر دو فولور صغير، ما تنجمش تجي تكومباري روحك انت بواحد عنده النومبر دو فولور كبير. راهو هذه من الغلطات الاولانيين اللي يغلطوها. والغلطه الثانيه اللي يغلطوها الجماعه اللي تحب تصنع المحتوى، انه يجي يحب يصنع لك محتوى على اي حاجه يراها، ولا يصنع في محتوى معناها اون سانسبيرون من درا شكون. راك لازمك تصنع محتوى يحكي عليك انت، محتوى بالحق خارج من قلبك انت. اذا تحب الناس تامن بيك وتصدقك، لازمك تحكي حاجه من عندك انت، حاجه انت متمكن منها، حاجه تعرف انت تعملها. ما تنجمش تحكي على حاجه انت ما تعرفش تعملها، ولا جوست سمعت شكون حكى عليها وضربت عنده راهو انت باش تاخذها. راهو سي تري غاف باش تضرب حاجه كيما هكا. الغلطه الاخرى اللي يغلطوها العباد انه هو ما يختارش السيبل نتاعو اللي باش يخدم عليها. يعني يبدا يحكي في كل شيء، اليوم يحكي لك على الكوجينه، وغدوه يحكي لك على كيفاش مشى سافر، وبعد غدوه يحكي لك على ديجيتال. لازمك تقعد في موضوع واحد وتحكي في موضوع واحد. الناس ما تحبش التشتت، وحتى لي زالغوريتم نتاع السوشيال ميديا راهم ما يحبوش التشتت. قبل كان ينجح الجنراليست، توا الجنراليست ما عادش ينجح. واليوم لازم نفهموا اللي السوشيال ميديا الكل ظاهرين معناها ماشيين في الفورما كور. ظاهر من اللي يوتيوب سيب الشورت، واضحه العمليه وصريحه. قبل كان يوتيوب عنده لو فورما لون، والاخرين عنده لي فورما كور. من نهار اللي دخلوا اون كونكورونس انستغرام وتيك توك على بعض وخلط عليهم اليوتيوب ولانسا لو فورما كور، دونك واضح انه العباد ولا تحب تكونسومي لو فورما كور. وهما فاهمين مليح مليح اللي لاتونسيون تاع العباد طاحت ياسر بارابور لقبل، نقدر نحكيو على 30 سكوند ماكسيموم ولا حاجه هكا. دونك متفاهمين على لو فورما كور. في الفورما كور ما تنجمش راك تحكي في كل شيء، لازمك تكون تحكي في تيم واحد واضح وصريح، ولازم عندك اون كاباسيتي دو برودكسيون واضحه. واهم حاجه اهم حاجه نبدو على موضوع الكاليتي. يعني ما تنجمش انت تو برودوي دو كونتوني دو كاليتي ريغوليرمون. لو كونتوني دو كاليتي هو كونتوني يتكلف غالي، لازم تخدم دو كونتوني سامبل خارج من القلب، تحكي في حاجه صحيحه. والكاليتي هي حاجه باش تجي من بعد، هي نتيجه. يعني انك انت ملو تبدا بكونتوني سامبل واضح وصريح، من بعد هي تتعدى كونتوني احسن، من بعد الكونتوني احسن، من بعد الكونتوني ما احسن، وكادر ما خير. احسن من انك انت تقعد غارق في الكاليتي وما تعطي حتى شيء.